المتحف هذا سميته ملتقى الأجداد. جتني الفكرة من تكوين المتحف هذا في المهرجان الأول أو الثاني القصور الصحراوية بتطاوين، فكانت وقعت حفلات على هامش المهرجان، جت حفلات هنا في قصر أبو بكر، فثم غرف من القصر انفتحوا أو تخلعوا، وهناك برشا أشياء كانت موجودة في القصر تهزت، اتكسرت، اتدقدقت، اتهشمت. فقلت أنا علاه ما نجمعهاش، كما مثلا يجي محراث عربي قديم عنده مئات السنين يجي يكسر، أو زلفة أو قصعة أو مهراس عربي أو خابية يكسرها. فأنا حاولت أني نجمع تلك الأواني والمعدات الكل ونجعلها في غرفة هنا من الغرف، ونديرها شبه متحف ذاتي. والله العظيم لا أريد من ذلك جزاء ولا شكورا إلا محافظة على التراث، إلا محافظة على هذا التراث من الاندثار، لأن كيشوفوه الأبناء والأحفاد فيترحموا على أبواتهم وعلى جدودهم، وينظروا كيفاه كان عايش بوه، كان عايش جده. وهذا كله قصدي من هذا الموضوع، علاش درت أنا المتحف هذا. المتحف هذا فيه كثير من الأواني ربما ستشاهدوها بعد قليل، مختلفة من أدوات وأواني منزلية مطبخية أو معدات فلاحية كانوا يستعملوا فيها الآباء والأجداد في للحرث أو للزرع أو للطبخ كوجينة. وهذا كله ما أريد أن أقوله هي أسباب. وفكرت حتى في موضوع آخر وأنا بصدده، هو أني جمعت حوالي إلى ساعة الآن حوالي 40 أو 50 صورة من المتوفين رحمهم الله، ممن عاشرتهم وعاصرتهم وتوفوا إلى رحمة الله، ومجموعين عندي وكبرتهم، وسأجعلهم في متحف آخر يخلد حتى سكان منطقة قصر أبو بكر ورحمهم الله والحقنا بهم في جنات النعيم. هذا ما عندي ما أقوله السلام. وعندي مجموعة من القصائد بالعامية وهي موجودة في الفيسبوك، موقع عم الطاهر الحداد، لمن يريد أن يدخل إلى موقع عم الطاهر الحداد فسيجد فيه قصائد بالعربية الفصحى وسيجد فيه قصائد بالعامية. وعندي كثير من الكتابات الأخرى والمؤلفات لم أنشرها، فعندي كتاب أعتز به كثيرا، عندي مخطوط ولا أقول كتاب، تقول أمي: مجموعة من الأمثال العامية الدارجة المتداولة في وسطنا الجنوبي وبالتحديد في ولايتي مدنين وتطاوين، كثيرا ما تستدل بها أمي في أحاديثها اليومية المعتادة كخلاصة وتأكيد وحجة ونصيحة وإصلاح رأي. هذه بعض من الأمثال العامية الدارجة، حوالي 300 مثل دارجي موجودة. ولا غرو إذا ما قلت أن في هذه الأمثال أسماء وكلمات قد تكون بربرية أو عامية مستنبطة سيستحيل فهمها ومعرفة مغزاها بعيد سنوات قليلة، وستكون حتما كعربية لامية الشنفرة من صيد عملس وأرقة زعلول وعرفاء جيئل، أو ما في معلقة الأعشى من شاو مشل شلول شلشل شول. فهذه كلمات ربما بعض من الكلمات العامية ستدحسها العولمة والإعلامية وعصر الديكة
كالجحف واللانجو والزسر والحنية والقنجورة والحمالة والكاترة والمنقع والفرخ والبكرة والحاشي والمسيسي والقفيلة والغنجاية وابو بلغة والقنبرة والمزود والزلفة والمغرب والجيز والطم. هذه كلمات ربما ستندثر أيضا، فأنا تركتها في تدوين، دونتها في هذه الأمثال وهي كثيرة، وجعلت لها إهداء أهديها إلى مريم وزهرة وزازي وحليمة وعائشة وفاطمة وحدم والخضراء ويامنة ومنوبية وعلجية وساسية وأم الزين وأم السعد وشعلاء ورقية ووريدة ورقية وسالمة ومباركة ومبروكة وشويخة ومسعودة وسعيدة وأم الخير والضاوية وإلى غير ذلك من الأسماء متاع النسون. وكذلك إلى عبد الله ومحمد وأحمد ومبارك والكيلاني وعمر وضو وسعد وبالقاسم وسعيد وخليفة ورحومة وحميد وسالم وبشير والهادي ومصباح وحسين إلى غير ذلك كثير. وأمثال مثلا اخدم على روحك ودير حوازة مشيك وجيك ما قدارك حاجة، والأخرى دير مدار جارك ولا حول باب دارك، البلغة الجديدة والثنية حرشة ومخيب بنادم لا خرج من عرشة، العزوز هازها الماء وتقول الصناعة مطهم، كل شاهم علقة مكرحة، الجرح يبرى يصابر وطبر عليه الزميدة وكلمة السومة طبرت برد الجديدة. المهم جيت بجيبها سبيبه ولا مشت بتقطع السلاسل، الرتم والحنظل وشيح الحنية ما مر منهم كان فقر الدنيا، صبر على روحي ولا صبر كثيرة لما عددها. هذه بعض من الأمثال، هناك حوالي تقريبا 300 مثل أجمعهم حتى تكون حتى نوع من التراث، حتى تبقى جزء من المتحف.